بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، حلقة جديدة. النهاردة الموضوع بتاعنا هيبقى موضوع مهم جدا، مهم لينا كآباء، كأولاد مستخدمين للسوشيال ميديا عامة. ولكن قبل أي حاجة ما تنسوش الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، والصلاة على رسول الله. وكمان نشترك في القناة عشان الفيديو يوصل لأكتر عدد يقدر نستفيد منه. السوشيال ميديا بحياتنا عامة حاجة عادية، بقى جزء لا يتجزأ من حياتنا. شوف، أنا هقول لك مثال حقيقي على كل شخص يستخدم السوشيال ميديا. شاب بيمسك هاتفه بيمسك موبايله قبل النوم ويقول لنفسه 5 دقايق وهقوم، ويلاقي نفسه مستيقظا بعد ساعتين. يعني شوف، 5 دقايق يعني في هذا المشهد التمثيلي بيقول لك ان السوشيال ميديا بتسرق وقتك. وخلينا بقى نقول السؤال: هل انت قدرت في يوم اللي انت ما تقدرش تسيب موبايلك؟ انت دايما هل تستخدم السوشيال ميديا، هل تفتح السوشيال ميديا لدقائق ثم تجد نفسك غرقان فيها لساعات؟ يعني هقول لك السؤال ببلدي كده، يعني هل انت حسيت ان انت ما تقدرش تسيب موبايلك وانت تقدر تفتح سوشيال ميديا دقائق لاي عشان تشوف حاجه بسيطه، وتلاقي نفسك قعدت بالساعه والاتنين؟ ما تقلقش، مش انت لوحدك اللي بتستخدم السوشيال ميديا بالطريقه دي، لان ده بالظبط اللي بيريدوا منك. بس احنا انت لخبطتنا كده ليه؟ لا السوشيال ميديا هي اللي احنا عايزينها منه. في هذا الفيديو وفي الفيديو ده هنكشف لكم اسرار خطيره، ازاي بيتم التلاعب بينا، ازاي بيتم التلاعب بعقلنا عشان تخليك مدمن على السوشيال ميديا. والاهم هنقدر نجيب لك الحلول ونساعدك عشان تستعيد وقتك وحياتك. خلينا نخش في البداية على طول. البداية الأولى، أولا هنقسم الموضوع ل3 أجزاء. أيوة، 3 أجزاء. الجزء الأول وهو كيف يتم خداع عقلك، ازاي بيتم خداع عقلنا، ازاي احنا بنبقى مخدوعين، عقلنا بيبقى مخدوع بالسوشيال ميديا بالطريقه دي. يقول لك السوشيال ميديا دي مش مجرد تطبيقات، لان طبعا احنا عارفين السوشيال ميديا وازاي اتعملت ومين مؤسسها. دي صناعه بمليارات الدولارات، مصممه مخصوص بحيث ان انت ما تقدرش تسيب الموبايل نص ساعه حتى او 5 دقائق، لا. وده بدي تأثير نفسي. ازاي بقى التأثير النفسي والكلام ده؟ ركزوا معايا. التأثير النفسي اولا الخوارزميات الذكية. يعني ايه؟ يعني بيقول لك البرامج دي عامة بتخليك تعرف اهتماماتك وبتظهر لك وبتبين لك المحتوى اللي انت بتبقى مهتم بيه عشان وتخليك غارق وبتستغرق بالساعات. انت تقعد اطول وقت ممكن على السوشيال ميديا، سواء كان يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، اي موقع سوشيال ميديا، اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي عامة. الدوبامين والادمان، زي ما قلنا في الخوارزميات الذكيه، انها بتعرف عن اهتماماتك وكمان بتبين لك المحتوى اللي انت بتحبه. تمام. الدوبامين والادمان بيقول لك يعني انت بتشوف الحاجات دي وبتبقى معجب بيها، ده بيخلي في دماغك، بيفرز عندك هرمون السعاده، وده بيخليك كمان تعد المزيد وبيخليك تستغرق وقت اكتر. فهمت؟
فهمت؟ احنا طول عمرنا مضيعين وقتنا على السوشيال ميديا، وطلع لها عيوب وهنذكرها وهنذكر لها الحلول قدام. التمرير اللانهائي اللي هو انفينيت سكرول. انفينيت سكرول يعني ان انت بتتصفح، مفيش نهايه، دايما بتتصفح. ده اللي تتصفح يعني زي الفيسبوك. يعني انت مثلا الفيسبوك معاك عمال تتصفح وانت نفسك زهقان، بس كل ما بتخرج مفيش نهايه للفيسبوك، تقدر تنزل. ده اللي بيخليك تقعد وقت اطول ومن غير ما تقع. والجزء الثاني من السوشيال ميديا ان ازاي التاثيرات الخطره على حياتنا. في الاول هتقول ان الموضوع مجرد متعه، بس في الحقيقه السوشيال ميديا بتاثر على حياتنا بطريقه خطيره، سواء كانت تاثيرات نفسيه او اجتماعيه. اولا تدمير تركيز حضرتك. انت لما بتركز في حاجه طبعا مش هتقدر تركز، مش هتقدر حتى تنجز اعمالك او تركز في محادثه عاديه بين شخص قدامك كمان. وكمان انتشار الاخبار الكاذبه زي ما احنا اتعودنا على الفيسبوك، خصوصا ان بعض الاخبار الكاذبه بتبقى حقيقيه. يعني هو ايه؟ يعني انتشار الاخبار الكاذبه بيقول لك ايه؟ انه صعب في الزمن ده ان انت تعرف الحقيقي من المزيف. المقارنات الاجتماعيه، يعني حضرتك انت بتشوف الناس المشاهير وهي بتنزل صورها وبتعمل بتخليك تشوف الحياه المثاليه للناس المشاهير دي هتسبب لك الاحباط والاكتئاب دي في يوم من الايام. دي التاثيرات النفسيه والاجتماعيه. والجزء الثالث والاخير وهو ازاي تقدر تتحكم في وقتك وتحرر نفسك. حضرتك انت انا عايز اشوف وقت محدد، عايز اتحكم في استخدامي للسوشيال ميديا واحرر نفسي من البتاع. بس ما تقلقش، في حلول هتخليك تقدر سيطرتك على حياتك الرقميه. والنصايح اللي احنا هنقدمها لكم. تمام. النصائح بقى اللي احنا عايزين نقدمها لكم، بيقول لك استخدمها مؤقتا. يعني بيقول لك يعني انت بتستخدم التطبيقات دي، حاول على قدر الامكان ان انت تحط وقت مسموح بيه، تحدد وقت اللي انت تقعد فيه على التطبيقات السوشيال ميديا. واحذف التطبيقات اللي بتسرق وقتك، او ما تحذفهاش. لو انت عندك يعني بتتابع عليه اخبار شغل، حاجه تخص شغلك كده، ممكن ما تحذفهاش، وانما انت تحط وضع التركيز. تحط وضع التركيز في الهاتف، استخدم وضع التركيز اللي موجود في الهاتف. يعني السوشيال ميديا عامه بتلعب في عقولنا، وده واحد انا بعتبره من اهم الفيديوهات اللي انا عملتها. لان بجد كده برضه لما بسيب، لا انا بقدر اسيب وقت. دايما قاعد على الموبايل 24 ساعه، حتى في الكليه، حتى في حتى وانا في الشارع. وحاول تنشط نفسك، اخرج، ابدا الممارسه، اقرا كتاب، اعمل حاجه تلهيك عن هو الجلوس امام الهاتف او التليفون قدام السوشيال ميديا. وده طبعا إذا وصلت إلى هنا هذا يعني أنك جاد في تحسين حياتك. أنت حسيت قبل كده إن السوشيال ميديا تسرق وقتك؟ قول لي في التعليقات. ولا تنسى الاشتراك، وما تنساش الاشتراك في القناة، لأن هتحدث عن المزيد في الحقائق الصادمة في الفيديوهات الجاية. وهنبدأ. ولو الفيديو عجبكم عايزكم تكتبوا تعليقات، لأن هعمل سلسلة مخصصة بالقضايا المجتمعية التي تحدث في مجتمعنا في مصر وتقديم الحلول لها. وده طبعا كان آخر الفيديو. أشوفكم كله خير، والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا لو أنت حسيت إن البتاع ده بيسرق وقتك، وأنت بجد حسيت إن ممكن يسرق وقتك، ادينا إجابتك في التعليقات. والفيديو وأكتر تعليق
والتعليقات اللي هتنزل اخدها سكرين شوت واظهرها في الفيديوهات، واظهرها في الفيديو الجاي. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.